عمرك حسيت إنك بتعمل كل حاجة صح وبتيجي على نفسك عشان ترضي اللي حواليك وما بتزعلش حد وبتضحي بطلبك عشان خاطر غيرك، ومع ذلك في الآخر بتلاقي نفسك مستباح وحقك ضايع ومحدش بيعمل لك حساب؟ الصدمة بقى إن طيبتك ولطفك الزيادة دول هم السبب في اللي أنت فيه، وتعالى أقول لك إزاي تخرج من الفخ ده. في كتاب شهير جدا اسمه No More Nice Guy، أو لا تكن لطيفا أكثر من اللزوم، للكاتب روبرت جلوفر. الكاتب روبرت جلوفر بيكشف حقيقة نفسية صادمة. بيقول إن في متلازمة اسمها الرجل اللطيف بزيادة. الشخص ده ما بيكونش لطيف بدافع الطيبة وبس، هو بس في الحقيقة بيستخدم اللطف كدرع حماية عشان يهرب من الصراعات وخوفا من ان الناس ترفضه او تكرهه. الرجل اللطيف دايما بيعمل حاجه اسمها العقود غير المعلنه، يعني يجي على نفسه ويعمل لك خدمه غصب عنه وهو مستني في سره انك تقدر ده وترد الجميله من نفسك، ولما ما تعملش كده بيكتم جواه ويحس بالغضب والظلم والاضطهاد. الكاتب بيقول لك العالم مش هيحترمك لمجرد انك ما بتاذيش حد، العالم بيحترم الشخص الواضح اللي عارف قيمتك. وعشان تتخلص من الفخ ده الكاتب ساب لنا 4 قواعد لو طبقتهم هترجع هيبتك وقيمتك. اول قاعده: اتعلم تقول لا من غير ما تحس بالذنب. قيمتك مش مرتبطه بموافقتك الدايمه على كل طلب، لو الحاجه دي هتيجي على وقتك او طاقتك قول لا بادب وبدون تبريرات طويله. تاني قاعده: بطل عقود غير معلنه. لو هتقدم خدمه لحد اعملها وانت مش مستني مقابل، لو حاسس انك هتعملها وانت مضغوط ومستني تقدير يبقى ما تعملهاش من الاول. خليك صريح مع نفسك ومع الناس. تالت قاعده: واجه مشاكلك وما تهربش. الهروب من الخلافات مش لطف، ده خوف. لو حد ضايقك او عدى حدوده معاك قول له في وقتها وبكل هدوء ان الاسلوب ده ما بيعجبكش. المواجهه بتبني احترام متبادل. رابع قاعده: انت المسؤول الاول عن سعادتك. بلاش تعيش دور الضحيه وتستنى السعاده او التقدير يجوا من بره. حدد اهتماماتك واشتغل على اهدافك وما تستناش اذن من حد عشان تعيش حياتك صح. في النهايه انك تبطل تكون اللطيف بزياده مش معناه انك تتحول لشخص قاسي او اناني، معناه ببساطه انك تحترم نفسك وتحمي حدودك. لما تحترم نفسك بجد وتعرف قيمتك الناس هي كمان هتعرف قيمتك وتحترمك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وما تنساش الفولو والشير. انا اسلام صالح، اشوفكم الفيديو الجاي.